فيلمنا بيبدأ مع في طالبة في الثانوي وبتكون في آخر سنة ليها، وبتكون فاتحة الإيميل بتاعها وبتستقبل رسالة من جامعة كيل للفنون إنها اتقبلت فيها، ولكن في بتكون جبانة ومترددة إن هي ترد على الإيميل، وبتستقبل مكالمة من صاحبتها سيدني واللي بتقول لها إن هي هتبعت لها لينك فيديو لعبة اسمها الجراءة وعاوزاها تشوفه حالا. وبتفتح الفيديو وبيكون عرض تقديمي للعبة، وبيكون عبارة عن إن اللعبة فيها تحديات كتيرة وبتكون من نوعين مشاهدين ولاعبين، والمشاهد بيدفع فلوس مقابل المشاهدات، واللاعب بيكسب الفلوس دي لو نجح في التحدي اللي بيطلب منه. وبتكون سيدني مشتركة في اللعبة دي كلاعبة، وبتطلب من في ان هي تشترك كمشاهدة عشان تتفرج عليها وتكسب اكتر، ولكن في ما بتحددش هتبقى مين من النوعين وبتقفل اللعبة. وبتكون في عايشة مع والدتها واللي بتشتغل ممرضة في المستشفى، واللي بيكون مستواهم بسيط جدا، وده السبب ان هي خايفة توافق على الانضمام للجامعة بسبب مصاريفها الكتيرة واللي والدتها مش هتقدر ان هي تتحملها. وبعد ما بتفطر بتروح على مدرستها، وبتكون المسؤولة عن تصوير فريق المدرسة، وبتكون صاحبتها سيدني هي قائدة فريق المشجعات، وبيكون كل همها ان حد يصورها في بث مباشر تبع اللعبة من على الموبايلات، وده علشان تزود عدد المتابعين ليها في اللعبة، وبالتالي الفلوس اللي هي هتكسبها من التحديات هتكون زيادة. وبمجرد ما بتنفذ تحدي مطلوب منها بيجي لها على شاشة الموبايل ان التحدي بتاعها اكتمل، وبيتحول لها فلوس على حسابها البنكي، وبيتحول $500 لحساب سيدني، وده بسبب ان هي كسبت في اخر تحدي. لكن في بتكون معترض على فكرة اللعبة عموما، وان اللعبة ممكن تطلب تحديات تسبب الاحراج او تعمل مشاكل، ولكن سيدني بتقول لها ان اللعبة محتاجة ناس عندها جراءة مش جبانة زيها، وان اللي زيها دول اخرهم يكونوا مشاهدين. فبتتضايق في من اللي سيدني بتقوله عليها وبتسيبهم وبتروح لبيتها. فبتقرر ان هي تختار ان هي تكون لاعبة، وده علشان تثبت لصاحبتها ان هي مش جبانة. وبتسمع في قوانين اللعبة وان كل التحديات لازم تكون في بث مباشر لحظة تنفيذ التحدي، وان اللعبة ليها تصريح في الدخول على كل حاجة موجودة على جهاز اللاعبين، والاهم ان الخاين بيتم معاقبته، وفي نهاية البطولة الحالية بيتم تصفية اللاعبين لحد ما بيبقى لاعب واحد بس في النهاية هو اللي بيكسب كل حاجة. وبمجرد ما الفيديو بيخلص بتتحمل اللعبة اوتوماتيك على موبايلها، وبتحط وصمتها على الموبايل، وبمجرد ما في بتوافق على اول تحدي ليها بتدخل اللعبة على كل المعلومات الخاصة بيها، حتى معلومات الحساب البنكي وكل الحاجات اللي هي اشتريتها اونلاين. فبتتصل بصديقها تومي علشان يساعدها، وبتقول له على اللي عملته، وان هي لازم تروح مطعم معين خلال 15 دقيقة. فبيحاول تومي ان هو يحذرها من اللي هي عملته، وان اللعبة دي مصدرها هو الدارك ويب، ومستحيل حد يعرف السيرفر الخاص بيها. وبيوصلوا للمطعم وبتطلب منها اللعبة ان هي تبوس اي شخص غريب قدامها، فبتوافق فيه على التحدي. وبتستعجلها اللعبة ان هي ما تاخدش وقت طويل في تنفيذ التحدي لحد ما بتلاقي واحد قاعد لوحده وبيقرا كتاب هي بتحبه، فبتقرر ان هي تروح وتبوسه، وبتطلب من تومي ان هو يصورها وبتكسب التحدي. وبتجري تقعد جنب تومي وهي مكسوفه من اللي عملته، وبتبص تاني على الشخص اللي هي بسته وما بتلاقوش في المكان، فبتفتكر انه مشي من المطعم لحد ما بتسمع صوت واحد بيغني وبيرقص على الترابيزات وفي حد بيصوره. فبيفهم تومي ان ده تحدي مطلوب منه لحد ما بيخلص الاغنيه بتاعته وبيكسب التحدي. وبيجي يقعد جنب تومي وقدام في وبيقدم لهم نفسه وان اسمه ايان، وبيتعرف عليها وبيقول لها ان التحدي اللي قبل الغنى بتاعه هو انه يقعد في المطعم ويقرا الروايه اللي كانت في ايده. فبتقول له في ان دي روايتها المفضله. فبيوضح لهم تومي ان اللعبه كانت قصدا ان ايان يقرا الروايه دي بالذات، لان اللعبه عرفت من اكونت في ان الروايه دي هي بتحبها، وبالتالي هتروح تبوس الشخص اللي ماسكها. وقبل ما ايان بيسيبهم بيلاقوا ان اللعبه عارضه عليهم هما الاثنين تحدي مع بعض، والتحدي ان هما يروحوا المدينه سوا مقابل $200. فبيقبلوا التحدي وبيتحركوا بالموتوسيكل بتاع ايان لحد ما بيركن قدام محل ملابس غالي جدا. فبيقول لها ان التحدي بتاعها اكتمل، وان هو هيدخل المحل علشان يكمل بقيه التحدي بتاعه. وبعد دقيقه بيجي لها رساله على موبايلها ان هي تدخل نفس المحل، وان هي تقيس فستان معين في خلال دقيقتين والا هتخسر. فبتجري على المحل وبتدور على الفستان لحد ما بتلاقيه، وبتلاقي سعره $3995. فبتاخده علشان تقيسه قبل ما الوقت يخلص، وبيكون كل ده طبعا على البث المباشر علشان باقي المشاهدين يشوفوها بتعمل ايه. وبعد ما بتقيسه بتطلع من البروفه وبتلاقي ان ايان واقف وراها، وبيكون مطلوب منه هو كمان ان هو يقيس بدله معينه. وفي نفس الوقت بيكون تومي عاوز يعرف ايه اللي بيحصل مع في، فبيشترك في اللعبه كمشاهد مقابل $20 في اليوم الواحد. وبيبان قدامهم اكتر اللاعبين مشاهده، وبيكون ايان في المركز الرابع، وبيكون تومي متابع في وبيشوفها وهي لسه في محل الملابس، وبيكون ايان موجود معاها. وبيظهر لاعب مشترك في اللعبه وهو بيسرق هدوم ايان وفي من البروفا، وبيهرب بيهم بره المحل. وبعد ما بيخلص التحدي المطلوب منهم بيرجعوا علشان يغيروا هدومهم، لكنهم ما بيلاقوهاش، وبيفضلوا يدوروا عليها لحد ما بيفهموا ان هي اتسرقت منهم. فبيجي لهم هما الاثنين تحدي ان هما يسيبوا المحل مقابل $2500. وبيحاول ايان ان هو يقنع في بالهروب من المحل فورا، لكن في بترفض، وبتعرفوا ان هي مش حراميه علشان تهرب بهدوم مسروقه. وبيقرروا انهم يقلعوا ويهربوا من غير هدوم من المحل، وبكده مش هيكونوا حراميه. وبيكون في ناس حواليهم مشاهدين للعبه فبيصوروهم، ومشاهداتهم هما الاثنين بتفضل تزيد لحد ما بيخرجوا بره المحل، وبيلاقوا ان اللبس اللي هما كانوا بيقيسوه موجود على الموتوسيكل ومعاه الفاتوره. وده معناه ان في لعيب تاني طلب منه ان هو يروح يشتري اللبس ده ويسيبه على الموتوسيكل بتاع ايان. فبيكسبوا هما الاثنين التحدي بتاع الخروج من المحل. فبيجي لهم تحدي جديد ليهم، وهم ان هما يروحوا محل اوشام سوا، وان في تعمل
تعمل وشم من اختيار ايان، فبيقبلوا التحدي وبيخليها ترسم وشم على شكل مناره، ودي شبه اللي كانت على الروايه اللي كان بيقراها اول ما قابلها في المطعم اول مره. فبيكسبوا التحدي تاني وبتكون سيدني صاحبتها متابعاها، فبتبدا ان هي تغير منها لان هي بقت اشطر منها، وكمان عدد المتابعين بتاعها عمال يزيد دايما. وبيتباع تحدي جديد لايان ان هو يسوق الموتوسيكل بتاعه على سرعه 60 كيلو وهو مغمى عينيه، فبيكون محتاج مساعده في جدا، وده لان هي اللي هتساعده ينجح في التحدي ده. ووقتها هيكسب 10,000 دولار وبيجي لهم لاعب تاني، وبيكون نفس اللاعب اللي سرق هدومهم من محل الملابس، فبيدي الفي ستيكر عشان تلزقه على الخوذه بتاعت ايان ويسوق وهو مش شايف. وبيكون عدد المتابعين بتوعهم كتير جدا ومن ضمنهم سيدني صاحبتها، وبيبدا ايان ينفذ التحدي وبيسوق وهو مش شايف الطريق خالص، وفي بتكون راكبه وراه وبتدله على الطريق والاشارات لحد ما بيقدروا ان هم ينجحوا في التحدي. وبيوقف ايان الموتوسيكل قبل ما يدخل في المبنى اللي قدامه على اخر لحظه وبيكسب التحدي. وبيقضوا الليل سوا وبيكون موبايل في مفتوح على البث المباشر، وبتكون بتتكلم عن سيدني صاحبتها وان هي كانت ماشيه وراها دايما وبتحب ان هي تتحكم فيها، وبتحكي ان هي متحكمه وبتحب ان هي تكون الاولى في كل حاجه، وده على الرغم ان هي شخصيه مهزوزه ومتردده جدا. وقتها بيكون كل كلامها مسموع لسيدني والكل اللي موجودين في الحفله اللي فيها سيدني. وبيجي لايان تحدي على موبايله لكنه بيشوفه من ورا في وبيقول لها ان هو عاوز يروح الحفله اللي فيها سيدني، وده علشان يقول لها ان في بقت خلاص قويه وانها من العشره الاوائل في لعبه الجراءه كمان. فبيتحركوا على الحفله فعلا، وبيكون في تحدي مطلوب من سيدني ان هي تفضل تشرب لحد ما تسكر، وبمجرد ما بتكسب التحدي بيجي لها تحدي جديد وان هي تعدي من بين عمارتين على سلم حديد، وان هي اصلا بتكون خايفه من المرتفعات، فبتقبله لان هي بقت تغير من اللي حققته فيه وبتكون عاوزه تزود متابعينها. وبيكونوا كل المشاهدين ماسكين موبايلاتهم وبيصوروا سيدني وانها لازم تعدي وهي ماسكه الموبايل في ايديها وبتصور نفسها، فده بيشتتها اكتر، ولكنها بتفضل تعيط وهي بتحاول تعدي لحد ما بتكون هتقع من على السلم وبيقع موبايلها من ايديها، فبتنسحب من التحدي وبتخسر كل الفلوس اللي هي كسبتها قبل كده. وبتبدا اللعبه ان هي تصعب التحديات على اللاعبين عشان تصفيهم، وبيكون في اخر اللعبه 3 بس هم في وايان وتاي، وبيوصل ايان وفي للحفله اللي فيها سيدني، فبتعرف في اللي حصل لصاحبتها وان هي خسرت التحدي واللعبه خرجتها منها، فبتدور عليها علشان تواسيها، فبتلاقيها موجوده مع جيل اللي هي اصلا كانت معجبه بيه، فبتقول لها في ان هي مش متفاجئه وان دي حاجه توعيه من واحده زيها ان كل همها تبقى تحت الاضواء وبس. فبيبداوا يشدوا سوا وبيتخانقوا، واثناء كلامهم سوا بيجي تحدي الفي على موبايلها وان هي تنهي التحدي اللي فشلت فيه سيدني، فبتقرر ان هي توري سيدني ان هي اقوى منها، فبتروح في ناحيه السلم وبتعدي من عليه وبتكسب التحدي، وبيتم تحويل 15,000 دولار لحسابها، وبتكون في المركز الاول في اللعبه. وبعد ما بتعدي بتقابل تومي وبيقول لها ان ايان كان بيخدعها وان هو لاعب لعبه الجراءه قبل كده، وكان من التحديات ان هو يجيبها الحفله علشان تتخانق مع سيدني، فبتفهم في ان ايان كان بيستغلها كل ده علشان يكسب في اللعبه، فبتقرر ان هي تبلغ البوليس عن اللعبه، فبيحاول ايان يفهمها ان ده هيمثل خطر عليها وانها ممنوع ان هي تخالف قوانين اللعبه، ولكن في بترفض انها تسمعه وبتجري على شرطي وبتشرح له كل اللي بيحصل، فبيقول لها ان هو ما يقدرش يعمل اي حاجه الا عند ارتكاب جريمه بس. ففجاه بتلاقي ان والدتها اتصلت بيها وبتقول لها ان كل الفلوس اللي في حساباتهم البنكيه اختفت وحسابهم بقى صفر. وقبل ما تحكي فيه لوالدتها اللي عملته بتلاقي اللاعب تاي قدامها وبيضربها وبيغمى عليها، فبتفوق فيه وهي محبوسه في مكان وقدامها شاشه كمبيوتر وحد بيكلمها من خلالها، وبيقول لها ان هي خانت قوانين اللعبه وانها بقت اسيرتهم دلوقتي، وان هم بقوا متحكمين في كل حاجه في حياتها، وانهم يقدروا يدمروا حياتها وحياه اهلها في لحظه، وسابلها الوحيد ان هي تكسب الجوله الاخيره من اللعبه والا هيتم تدميرها. وبيطلب منها ان هي تبدا تتحرك على المكان اللي هو هيقول لها عليه، وبتبدا في ان هي تسمع الكلام اللي هي سمعته، وبيشوفها اين قدامه وبيشرح لها ان هو وتاي كانوا بيلعبوا السنه اللي فاتت وكان معاهم واحد اسمه روبي، ووصلوا للنهايات واتطلب منهم ان هم يتشعلقوا في رفعه عاليه، ولكن روبي ما قدرش انه يمسك فيها ووقع ومات. وساعتها هو وتاي راحوا عشان يبلغوا الشرطه، بس اللعبه دمرت لهم حياتهم بسبب خيانتهم وبقوا محبوسين جوه اللعبه، وان هم لازم ينفذوا الكلام علشان يكسبوا، ولو كسبوا اللعبه هتديهم حريتهم، وان هو دلوقتي مهتم ان هو يحررها هي من اللعبه بدل ما يحصل ليها زيهم، وان هو هيخسر قدامها علشان هي تكسب الجوله الاخيره، لكن المهم ان هو ينفذ التحدي اللي مطلوب منه، وده علشان يكون في المركز الثاني بعدها، وساعتها هتكون الجوله الاخيره بينهم ويخرجوا تيم من المنافسه ضدها. وبتحاول في ان هي تتواصل مع اصحابها سيدني وتومي علشان تطلب مساعدتهم، فبتقابلهم وبيتفقوا على الخطه سوا، وفي نفس الوقت بيكون التحدي اللي مطلوب من ايان هو نفس التحدي اللي اتطلب منه السنه اللي فاتت واللي كان السبب في موت صاحبه روبي، وهو انه يتعلق في رفعه عاليه بايد واحده، فبينجح في التحدي وبيكون في المركز الثاني ضد في فعلا زي ما قال لها. وبيكون تومي وسيدني في طريقهم لكوين واللي بيكون تحت ايدها فريق كامل، وبيحاولوا ان هم يساعدوا تومي في تدمير اللعبه من خلال الدارك ويب، وبيحاولوا ان هم يدخلوا على كل موبايل متسجل في لعبه الجراءه، وفي نفس الوقت بتكون في وصلت للمكان اللي اتقال لها عليه، وبيكون متجمع فيه اغلبيه المشاهدين اللي في اللعبه، وبيكونوا مستنيين الجوله الاخيره، وبيتم تسليم لكل لاعب سلاح، وبيكون التحدي الاخير هو ان اللي يضرب التاني بالنار هو اللي هيكسب التحدي، وقدامهم 20 ثانيه بس علشان يكرروا، ولكن في ما بتقدرش
بتقدرش ان هي تضرب على ايان، فبتحاول انها تنسحب لحد ما بيظهر تاي وبيقول لهم ان هو اللي هيكسب التحدي، وبتبدا كل الناس تشجع فيه علشان يقتل في. فبتحاول في ان هي تستعطف المشاهدين وبتعرفهم ان هي لو ماتت هتكون المسؤوليه على كل واحد فيهم، وانهم هيكونوا مشتركين في جريمه القتل اللي هتحصل. ولكن محدش فيهم بيقتنع بكلامها وبيهتفوا لتي علشان يقتلها، فبيتم عمل تصويت وبيظهر على اللعبه بقتل في او لا، فبيستقر التصويت على ضرب في بالنار. فبيسمع تاي كلام اللعبه وبيضربها بالنار قدام كل المشاهدين، وبيكون تومي والفريق بتاعه مش قادرين يقرصنوا السيرفر بتاع اللعبه، فبيقرصنوا كل موبايل محمل اللعبه، فبيبعتوا ايميلات على كل الموبايلات ان هم بقوا شركاء في قتل في، وبيظهر قدامهم زر للخروج من اللعبه نهائيا. وبتبدا اللعبه ان هي تخسر كل المشاهدين اللي فيها لانهم حسوا بالذنب انهم قتلوا في، وان كان في ايديهم ان هم ينقذوها لكنهم رفضوا وقتلوها. وبعد ما كل المشاهدين بيمشوا من المكان اللي اتقتلت فيه في، بيحاول ايان انه يضرب النار على تاي بسبب قتله لفي، ولكنه بيلاقي ان في صحت وما ماتتش، وان كل ده كان تمثيليه عشان يقدروا ان هم يخرجوا من اللعبه من غير ما حد فيهم يموت، وان كان كل هدفهم ان هم يحملوا المشاهدين الذنب، وده علشان يخرجوا من اللعبه دي نهائي. وتاي كان مشترك في الخطه معاهم، وان الرصاصه اللي ضربها كانت مزيفه. وبينجح تومي وكوين ان هم يرجعوا الفلوس اللي اتسحبت من حساب في البنك، وانهم يخلوا اللعبه مش متصله بالنت نهائي، وده بسبب خروج اخر لاعب منها. وبتنهار لعبه الجراءه تماما. لو الفيلم عجبك ما تنساش بقى الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.